صباح الفل على كل متابعين قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. النهاردة الأربع راس السنة واحنا لسه صايمين صيام الميلاد المجيد اللي مدته 43 يوم وفيه أكل سمك وخلاص قرب يخلص خالص. احنا إن شاء الله بقوة ربنا هنفطر يوم 6 يناير بالليل، وبيبقى العيد يوم 7 يناير. فهنعمل أكل حلو جدا جدا، فطاري طبعا، على أساس إن إحنا بنتبل في فيديو وبنطبخ في فيديو تاني، على أساس الفيديو ما يبقاش طويل عليكي. وحلويات العيد عملناها في منتهى الطعامة، عملنا بسكوت وعملنا كحك وعملنا بيتي فور السنة دي. وعندنا في القناة في البلاي ليست عندنا جميع الأنواع، بالدقيق الأبيض وبالدقيق الأسمر وبالدقيق السميد بالدقيق اللوز بدقيق الشوفان، يعني جميع الأنواع عاملينها. عاملين كحك وبسكوت وغريبة وبيتي فور ولاكشانير 3 أنواع أو 4 أنواع، إيطالي ومصري وحاجات كتير جدا جدا في القناة. لكن النهاردة بقى هنعمل مع بعض كوكيز، هنعمله صيامي بالدقيق الأبيض العادي. هكتب لك المقادير على أساس تاخديها سكرين شوت وتعمليها على طول. طالع رائع بالدقيق الأبيض العادي بالموز، بأمانة ربنا طعمه جميل جدا، أحلى من الفطاري 100 مرة، من غير بيض، من غير سمن حيواني، من غير لبن، يعني عاملينه صيامي بس بأمانة ربنا رائع رائع رائع. اعمليه بالمقادير دي، حلو جدا جدا، حتى في الفطار صدقيني هتعمليه. وكمان عندنا الشوكولاتة دي الصيامي، حطيت كوباية، وعايزة تحطي شوكولاتة يعني حطي، مش عايزة تحطي ما تحطيش. يعني في حاجات كتير ان انت ممكن تستبدليها، ممكن بدل الشوكولاتة ممكن تحطي زبيب، ممكن تحطي اي حاجة سوداني، اي شيء يعني ممكن تحطيه بدل الشوكولاتة لو انت مش عايزة شوكولاتة. لكن المقادير بتاعته بأمانة ربنا مظبوطة 100 وهيطلع معاكي خطير في الجمال. وهنعمله هنكوره، ممكن نكوره بإيدينا، ممكن نكوره بالمعلقة بتاعة الآيس كريم، يعني مش هتفرق يعني. وهيتخبز في فرن على درجة حرارة 350، وهتطلعيه وهو سخن، ما تلمسهوش على أساس هيتكسر منك كأنه دايب كده. فتسيبيه لما يبرد، وبعد ما بيبرد بنحطه في العلبة. وبأمانة ربنا خطير في الجمال، وبألف هنا للي ياكل. واستنوني في أكلة جديدة صيامية اقتصادية مع تيتا ميري لغاية يوم إن شاء الله، زي ما بقولك كده، لغاية يوم 6 يناير. قبليها احنا هنعمل فيديوهات اللي بتاعة التتبيل بتاع الأكل قبل طبعا 6 يناير، وهنجهز الأكل كمان هنطبخه يوم 6 يناير. كل سنة وانتم طيبين. باي باي حبايبي.